السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة سمبوسة وبسبوسة. النهاردة هنعمل مكرونة بولونيز. المكونات: هنجيب بصلة مفرومة، ونص معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، وفصين توم مهروسين، ومعلقة كبيرة صويا صوص، وهنقلبهم كويس مع بعض. وبعدين نضيف لهم اللحمة المفرومة ونقلب زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده نحط البقدونس ونقلب. هنجيب الصينية ندهنها بالزيت ونكور اللحمة على هيئة كرات صغيرة ونحطها في الصينية. تدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة تلت ساعة، وحسب حرارة كل فرن، حتى تاخد اللون الذهبي. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مستنية رأيكم في التعليقات. الكفتة اتكورت اهيت وهتدخل الفرن. بعد كده هنجيب المكرونة، مية مغلية على النار، ونحط فيها نص كيلو مكرونة اسباجيتي وملح وتتسلق. وعشان صوص المكرونة هنجيب معلقة سمنة او 2 معلقة كبيرة زيت، وبصلة مفرومة، وفصين توم مهروسين، ونص كيلو طماطم مبشورة، ونص معلقة صغيرة ملح حسب الرغبة، ونص معلقة صغيرة سكر، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود. هنتركهم على النار حتى تنضج ويستوي الصلصة. وبعد كده هنضيف لها جزء البقدونس الباقي. وخرجنا اللحمة من الفرن ونضيفها للصلصة، ونحط المكرونة في الطبق وعليها كرات اللحمة بالصلصة والجبنة موزاريلا والبقدونس، وبالهنا.